طلعت معانا احلى قراقيش في الدنيا. كمية معقولة جدا وريحتها تحفة. الشمر مع الكمون مع اليانسون. اتمنى الطريقة تعجبكم وتحوز على رضاكم. اشكركم جدا وبالتوفيق لحضراتكم. يسعد صباحكم جميعا. النهاردة معانا قراقيش حلوة جدا بطريقة سهلة. معايا هنا هو 3 كوبايات من الدقيق. هنزل عليهم اول حاجة بمعلقة، مش معلقة يعني، على طرف المعلقة كده ملح. تمام. معايا معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. وهنا هو كوباية سمنة على زبدة. عايزة تبدلي الزبدة بزيت مفيش مشاكل. كوباية الا ربع كده هو سمنة على زبدة. معايا هنا هو الشمر انا محمصاه، بس عشان شايفاه كده هو كبير او حبايته كبيرة، فانا باخده ضربة كده هو بسيطة مع اليانسون والشمر مع بعض. بضربهم في الكبة نص حبة كده وبنزل فيهم على الدقيق. بخلط كده هو كل المكونات الجافة. ومعايا طبعا معلقة سمسم اللي هي متحمصة. خلطتهم كده. هنزل بالسمنة. هنزل كده هو بقى بالسمنة، مقدار السمنة بتاعتي، وهبدأ امزجها كده هو لغاية ما ابدأ ابسسها. طبعا مش هتنفع التبسيسة بالمعلقة، لازم كده نمزجها كويس قوي وادخل كل ذرة دقيق في قلب السمنة. مش عايزة اقول لكم الريحة، السمنة البلدي مع الشمر واليانسون تحفة بجد. كده بسستها كلها. هنزل واحدة واحدة بالمية. ولسه يعني اول ما احط لها المية بتاعت العجين اللي هتبقى جميلة جدا بإذن الله. انزل كده شوية شوية. خلي بالك برضو وانتي بتنزلي بالمية ان عشان نوعية الدقيق برضو بتبقى مختلفة يعني. واهم حاجة في العجاين مش التشكيل بتاعها، لا، تحضير العجينة. في دقيق في السوق حلو قوي اسمه النصر. انا مش بعلن عنه، بس يعني ده لجميع الحلويات كمان والمخبوزات بيبقى حلو جدا. هسيبها كده هو ترتاح شوية. اي عجينة بتحب ان هي تستريح بتشوفيها بعد كده بتبقى طيعة معاكي وكويسة جدا. هسيبها كده هو 10 دقايق احضر الصواني واشتغل بيها. ارتاحت كده معايا العجينة كده. هفردها بقى بالنشابة و اقطعها بقى شرايط كده هو. يلا بينا. فردتها كده، وطبعا العجينة برضو ناعمة كده وحلوة جدا. مش عايزة اعملها بسمك عالي علشان برضو هنعمل حساب ان هي لما تيجي تخمر هترتفع شوية. عندك بقى سكينة او عندك اي حاجة كده هو تقطعي تعمليها كده شرايط كده متساوية، اللي بتبقى حلوة جدا طبعا مع الشاي او بعد الظهر، بتبقى حاجة جميلة جدا.
مين فينا ما بيحبش يقوم يفطر حاجة الصبح كده، كوباية شاي ومعمولة أو قراقيش، الحاجات الحلوة جدا. رصيتها كده بنفس الطريقة، هدخل بقى احطها كده اهوت في الفرن، هتقعد معانا من 10 ل 12 دقيقة.